واخيرا سافرت الزقازيق، واختي قالت لي تعالي من ايه ماخدك مكان اسمه كوزاكي حلو قوي وهيعجبك. واول ما دخلنا المكان بدأنا نصور انا وهي في ديكوريشن كتير حلو. وبعد كده لقينا مصور، لما لقينا بنصور قال لنا تعالى ناخد لكم ايه صورة فوتوغرافية. قلت له اوكي ناخدها ذكرى. بعد كده بيورينا صور، لا لا لا، وطلعت عيونه في الاخر. وانا واميليا كنا مبسوطين جدا لانه يعني مش تلاقي حد تلعب معاه، كنت حابه اخرجها. البنوته دي لعبت معاها، ودي اصلا لعبتها اديتها لاميليا. ومامتها قلت لها دي بتاعت بنوتك، قالت مش مشكله، واديتها لاميليا كهديه. ودي اختي ميسون ومعاها البيبي بنتها. وده المكان يا جماعه تحفه، هو عباره عن مجمع مطاعم، وبيجي لك منيو واحد وبتختار منه من اي مطعم انت تاكل. وبعد كده قلت لهم انا عايز اوديك ايميليا كيدز اريا، وبالفعل احنا رحنا كيدز اريا. فيها العاب زي اللي موجوده قدامكم دي فور فري. والمكان هنا كيدز اريا اسمها ابو حبيبه. اكتشفت ان هو بالساعه قمت جايه حاجزه لإيميليا ساعه، فلبسوها تيكت في ايديها، وبدات إيميليا دي اول لعبه كانت تلعبها. والغريب اللي انا اكتشفته في إيميليا ان هي طلعت لوحدها، يعني هي بدأت ودخلت لوحدها، فطبعا مش عرفت تطلع لانه صعب، فخدتها انا وطلعت. بصوا الميوزك كانت حلوه والجو كان حلو، بس للاسف احنا كنا رايحين متاخر فما فيش اطفال كتير تلعب. قعدت انا بقى بنتي هي يا، وقعدت اقول اي كلام اهبل كده، كنا فرحانين جدا. وانا اصلا مرعوبه من جوه ان انا اجرب البتاعه دي، عمري ما جربتها في حياتي وبخاف من الحاجات دي دايما. فايه قلت يلا اما اجرب ايميليا وابعتها لوحدها، يلا ايميليا. كانت بصوا بتموت على روحها بالضحك. فبتقول لي ماما ماما، قمت جايه قلت انا هسيبها، نزلت جنبها وانا مرعوبه، بس طلعت والله تجربه جامده. انا رجعت طفله تاني مع بنتي. بعد كده بقى ميسون كانت بتصور، قلت لها بقول لك ايه، انا مش هركب البتاعه دي تاني، وبنتي شفطانه يلا دورك انتي بقى. هي فعلا طلعت وقعدت تلعب ايميليا عشان مش تخوفها. بعد كده قلت لها بصي، هي انا خايفه لا تتعقد منها وتخاف، فخديها على ايه، على رجليكي. وميسون اصلا كانت خايفه وقالت انا هاخدها على رجلي. وبصوا وي ضربوه. ست ضحكت وقبلي بصوا كانت مبسوطة جدا. البتاعة دي بقى مشكلة انا دخت فيها دي، مع استحالة تكون بتاعة اطفال، استحالة. والله والله نزلت منها كانت راسي دي بتلف بيا كده. ومني انا كانت بص مستغربة البت مصدومة، لان هي سريعة، هي كده بطيئة في الفيديو لكن هي سريعة. دوختني انا ذات نفسي، مش عارفه ازاي بيركبوها. المهم يلا دخلنا على اللعبه الثالثه، وهي البتاعه دي بص ايميليا عايزاني، عماله تحاول تشاور لي بايديها عايزه مامي. قلت لها لا يا ايميليا انت لازم تشجعي، ويلا يا حبيبتي امسكي. وفضلت هي مسكت عربيه بيب بيب وقعدت تمسكها وتلفها زي ما انتم شايفين كده. بتاعت انا جربتها مرة في مول مصر، كانت صعبة يعني مش حاجة سهلة. دي بقى قصة تانية خالص 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 خالص. بتاعتي بتطلع وبتنزل كده، كانت مرعبة. ايميليا اللي مسكت فيها قامت جاية مش حبيتها فنزلتها، خفت عليها الصراحة. هنا بقى وميسون وايميليا قلت لها بقول لك ايه، انا مش راكبه الحاجات اللي بتلف دي تاني، انت ايه هتركبي مع ايميليا وتلفي بيها انت، وعيشي تجربة الطفولة معاها، انا مش هجرب تاني. انا كفاية اللي انا شفته في الاول. بالفعل هي خدت تشوف ايميليا كانت مبسوطة جدا. في القاهرة مفيش عندنا كيدز اريا اقل من سنتين، دايما العاب بتبقى اكبر من سنها، فدايما كنت بخاف عليها مش بوديها. وبعدين بالكارت، يعني في كارت ب1000 جنيه انت لازم تاخده وتلعب بقى، تخلص ال1000 جنيه في الالعاب، يعني زي فيزا كده بتحط فيها 1000 جنيه وتلعب بقى اي لعبة انت عايزها. بس انا مش حبيت الوضع وخفت، اللعب صعبة يعني قوية جدا، فانا خفت. هم قالوا اقل من سنتين مش ينفع، وللاسف ما ينفعش مرافق يعني هنا. ممكن يخلوني انا العب مع بنتي، اختي تمسكها بدالي عادي جدا خالص الصراحة. الناس اللي شغالين هناك كويسين جدا ومحترمين جدا جدا جدا. وروحوا يا جماعة المكان واسألوا على ابو حبيبة وادخلوا عندهم العبوا، اللعب حلوة جدا. والصراحة انا يعني مش خفت على بنتي هناك لان اللعب مناسبة لسنها. بعد كده دي بقى لازم تركبها لوحدها، هي بتدور برضو، فشوية كانت خايفة. بعد كده احنا بقى قاعدين او اي هبل في اي حاجة علشان مش تخاف وما تترعبش. هي كانت ماسكة لان الموضوع لا هي سريعة مش بطيئة برضو، فهي في نفس الوقت فرحانة ان هي بتجرب الحاجات دي لأول مرة.
وفي نفس الوقت خايفة يعني، بس احنا كنا بنلعبها. المهم رجعت بقى العبها البتاعة دي تاني عشان مش يكون عندها رهبة منها، وحاولت اخليها تمسك في الايدين دول، بس هي حبت ان هي تمسك فوق مش عارفة ليه، وما تقولي ماما ميرنا وتشاور لي. بعد كده هي ضحكت اهي وبدأت تتعود عليها، لما بدأت تعرف ان هي ترجع ظهرها وتطلع وشها لقدام كده بدأت تتعلم عليها، وفضلت تلعب فيها شوية. طبعا خايفة بس ايه، مش عايزاها تخاف وعايزاها تتعلم، كده كده في يوم هتيجي وتركبها يعني، فلازم تتعود على الألعاب دي. وبعد كده هنا بقى دخلنا على دي زي نظام صوصت كده، تقعد تتنطط عليها، ايه ايه إيميليا يا جميلة، وقاعدة بقى يعني هي لوحدها. ودي بقى طبعا مش عارف اخش فيها يعني، او ادخل فيها، انا خايفة لا اجي اتنطط تتقطع ولا حاجة، انا بترعب من الحاجات دي، انا جبانة الصراحة، فمش عايزة اطلع بنتي زيي. أم... في تحدي تاني بيني وبين عمر ان شاء الله، في فيديو تاني ان شاء الله نعمله، ان انا وهو نروح دريم بارك او مكان اللي هو في شيخ زايد دوت، والملاهي اللي في شيخ زايد، ونلعب ونشوف مين بقى اللي هيخاف، او مين اللي هيبقى عنده جرأة اكتر انه يركب عدد اكتر من الالعاب، ونشوف انا وهو، لان احنا داخلين مع بعض تحدي في الموضوع ده. فخلي اللعب دي لإيميليا، ومرة تانية انا وعمر في تحدي ما بيننا ان شاء الله تشوفوه على الفيديو اللي جاي ان شاء الله بإذن الله. فضلت تلعب بقى، وكانت فرحانة ومبسوطة وبتتنطط، بس يعني هي حزينة لأنها لوحدها يعني، هي عايزانا نكون معاها، فأنا طبعا مش ينفع أكون معاها، فقعدت ايه يلا انططها او اقول لها اي كلام مشجعها ان هي تلعب. ميسون طبعا هي اللي بتصور، فعايزه اقول لكم الصور مهزوزه كده وبتتحرك لانها هي يعني مش عارفه برضو. والبيبي بنتها كانت نايمه اصلا في العربيه جنبنا، فكنا قلقانين. بصوا ايميليا كانت مبسوطه جدا 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 جدا، وانا كنت فرحانه قوي. وبعدين يلا بقى على اخر لعبه، وهوب هوب والله كنت هرميها. كانت جميلة. دي عبارة عن مربع كده، في زي مكعبات فل بجميع ألوان كتيرة قوي، هي بتدخل تلعب فيها. والجزء التاني زي ما انتوا شايفين كده في كور، وفي ما بينهم زي تطلع من على الشمال، وفي زحاليق بقى وانت نازل تنزل في المكعبات، وانت نازل تنزل في الكور، فعجبتني قوي. وطبعا ايميليا عماله تنادي علينا وكانت خايفه، فاضطريت ان انا ادخل لها العبها ويعني اخليها اكتف، وخصوصا ان هي مش هتعرف تطلع البتاع اللي ورايا دي، وانا عايزاه تتزحلق على الحاجات دي لانها هتنبسط جدا. فهتشوفوها دلوقتي هتطلع ازاي. بص مت على روحي ضحك، مت على روحي ضحك، انا عشت مع بنتي طفولتي من اول وجديد. والله حاجه ممتعه جدا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الفيديو اللي جاي باذن الله اقوم جايه واخده ايميليا، طلعت انا هنا سبتها شويه برضو تلعب، احاول اشوفها وبقول لها روحي هناك كده، يعني بشوفها هتفهمني ولا لا. فهي عماله تلعب وكانت مستمتعه، بصوا بتغوص فيها، وهي برضو بطه 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 بطه، هي بتحب الكره بطه مسميها كده. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي نروح تاني المكان، لان الصراحه عجبني المعامله كويس جدا هناك، كان الناس طيبين ومحترمين معايا جدا. وعلى فكره كان انا تليفوني مش فيه مساحه، هم اللي صوروني بالتليفون بتاعهم وبعتولي على الواتساب بالفيديوهات دي كلها. فهاخد بقى اولاد خالتي معايا، وهروح بدري عشان كنت رايحه متاخر ما كانش فيه ناس، فهاخدهم بقى هم يلعبوا مع ايميليا، هم يبقى اكتف معاها اكتر، فهتقعد وقت اكبر في اللعب ويكون حد معاها يعني يشجعها ان هي ازاي تلعب، ويطلعوا مع بعض وكده. فما كنتش خايفه اسيبها واروح اقعد انا بره في كافيه مع اختي، وهم بقى يلعبوا هنا والمكان امان جدا، هم بيخلوا بالهم من الاطفال يعني، بيتابعوهم ما شاء الله عليهم. فده كمان كانت ميزه حلوه قوي هناك مطمناني يعني. وهناك هم محترمين جدا 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 يعني، تأمنيهم على ولادك فعلا. فقلت المرة الجاية ان شاء الله اجيب ولاد خالتي، هم اكبر منها يخلوا بالهم منها ويلعبوها. وهنا بقى بدأت ان انا اطلعها، المفروض ده بتحط كعبك عليه، وفي نفس الوقت فيه حفر ممكن تمسكي ايدك بيها، فكانت حلوة قوي فكرتها برضو. وهي بتدخل بقى من الممر اللي هو قدامكم دوت زي دورية كده، وانا بقول لميسون عدلي الموبايل، وبدأت تطلع من هنا وهي لوحدها. بص هي عرفت، هي خلاص عرفت دي عايزة تتزحلق، قلت لها استني ما نتصور، روحي يا ميسون هناك عشان تشوفيها وهي بتنزل في
في الكور. وبالفعل راحت وكانت تصورنا هي وإيميليا وي انا كنت فرحانه ان ايميليا فرحانه. ما يعني الاماكن اللي هنا بتبقى زي مكان بتودي عيالكوا فيه بيلعبوا. مش بيرضوا يستلموا البيبي اقل من 2 سنين لان الالعاب اللي هناك مش تسمح لعمرهم. ف كان صعب اودي ايميليا هناك، فحبيت ان انا دي عشان بتاعت بيبي اكتر فمناسبة ليها يعني. فحبيت ان هي تخش وتلعب وتعرف الحاجات دي ايه، عشان تعرف تتعامل بعد كده او ما يكونش عندها رهبة من الحاجات دي وتخاف من ان هي تجرب حاجات زي كده. فكنت عمالة ادور على اماكن. قلت لميسون انا عايزة اودي بنتي لاماكن فيها كيدز اريا تلعب فيها. فقالت لي بقولك ايه، في مكان حلو جدا انا بروح اللي هو المكان اللي انا بقولكوا عليه اللي فيه المطاعم دوت وفي كيدز اريا بتاعت ابو حبيبه دي حلوه قوي. وانا مستنيه توته اصلا لما تكبر واقوم جايه توتي بنتها. قالت لي اوديها فيها، فقلت لها خلاص تعالي ما نروح نقعد فيها ونخلي ايميليا تلعب. وبالفعل ده اللي حصل، بس طبعا مفيش حد وانا خايفه على ايميليا فكان لازم ادخل معاها والعبها وكنت هنا كنت بشجعها. ايميليا هنا كانت خايفة جدا جدا لانه بتاع دي دورية. بصوا في حركة هتعملها هتموت على روحي، هموت وهي نازلة عليها. كنت مرعوبة وخايفة الصراحة لا تقع او تقع على الحديد او تتخبط، بس الحمد لله الحمد لله ما حصلهاش حاجة. هتيجي دلوقتي. فقلت لها خلاص سالم يلا ما نروح يا ميسون. وبالفعل رحنا وهي بتلعب اهي ومبسوطة قدامكم مستمتعة بالحياة. بس للأسف أنا معرفتش أقعد مع أختي. الأماكن دي عرفتني. أنا رحت يعني رحت قعدت فيها تعرفت على ناس معرفهمش يعني. واحنا قاعدين ايميلي قعدت تتلاعب بص كنت مرعوبة. الحمد لله هي كانت فرحانة جدا. انا حبيت يعني العبها وكده عشان مفيش اي حد واعرفها تلعب بالحاجات دي ازاي. انا مش عارفة بس بحاول. يعني واحنا قاعدين الست الطيبة دي ادت لإيميليا البالونة بتاعت بنتها لإيميليا عشان إيميليا شبطانة فيها، وقالت مش مشكلة هجيب لي بنتي واحدة غيرها وهي حاجة بنتها. يعني انا كان قلبي وجعني ازاي هتدي حاجة بنتك لحد تاني. فقالت لي مش مشكلة هي مش متعلقة بيها بس إيميليا باين عليها متعلقة بيها فسيبها لها. فكنت حابة اشكرها في الفيديو ده. بس يا ريت للأسف مش جايب الشها. يا ريت تشوف الفيديو وتشوفوا يعني. وحابة اشكرها جدا عليها. إيميليا كانت مبسوطة بيها جدا وفضلت تلعب بيها كتير. وفي أطفال هتشوفوها إيميليا خدت كورهم ولعبت بيها. وكان في بنوتة بصوا أول الفيديو كنت حاطة صورة ليه فيها كل الأطفال اللي لعبوا مع بنتي. يعني إيميليا في العادة صعب ان انتوا تلاقي حد بيختلط بحد، وهي لما تيجي تلعب مع حد الأطفال بيبقى خايفين أو لسه مش. لكن في الزقازيق سبحان الله برضو الناس فيها كده يعني على طول بيتعودوا على بعض وعلى طول بيهزروا ويلعبوا مع بعض. حابه اشكر الناس اللي صوروني هناك في المكان بصراحه. يعني مش عارفه اساميهم عشان اقول لهم في الفيديو شكرا، بس حابه اشكرهم واتمنى ان هم يشوفوا الفيديو ويعرفوا يعني اقول لهم انه فعلا انا تعبتكم معاكم وانتوا بجد ناس محترمه جدا والمعامله معاكم كويسه جدا. وفضلنا نلعب يا جماعه. بصوا هما مش مالوا ولا كلوا مننا، احنا بهدلنا الدنيا حرفيا. بس إيميليا كانت مستمتعة جدا. بعد ما خلصنا بقى آخر لعبة كانت هي دي. رحنا كده الأماكن. شوف اللي الولاد الواقف ده يعني ده كورته إيميليا عايز تلعب بيها وهو يعني قاعد عمال يلعبها وهي فضلت تلعب معاهم وكانت مبسوطة وكان يوم حلو قوي قوي قوي. يلا وكده وصلنا لنهاية الفيديو. حابة اقول لكم شكرا جدا ان انتوا تابعتوني، وحبيت اخد صور تذكارية للاطفال اللي كانوا بيلعبوا مع ايميليا وهي بتلعب على الالعاب وكده. وصلنا لاخر الفيديو وحابة اشكركم ان انتوا وصلتوا للمرحلة دي معانا من الفيديو، وشكرا جدا لمتابعتكم.